خرابي عليكي يا سارة، ما بتريحيش نفسك. لازم اي حاجة تبقى موجودة عندك. الافتكاسات والاختراعات اللي الدنيا كلها بتعملها اليومين دول احنا ما نقدرش نستغنى عنها، ولازم بيتك ما يستغناش عن الحاجات دي. اه والله انا ما بعرفش استغنى عنها. بصي بقى يا حلو، ده ايه؟ جردل مايونيز، ما استغناش عنه. ليه؟ انا جايباه عشان انا بعمل الكروسلو، بحطه في حاجات كتير قوي، بعمل بكريبات، يعني بصراحة بعرفش استغنى عنه. كنت جايبه دبس رمان وصويا صوص، دول اساسيين عندي عشان الشوي والرز الريزو والحاجات دي. وكنت جايبه زبده فرن، انا كنت واخده منها حته عشان كده كنت فتحتها، وسعرها كان حلو قوي، ما استغناش عنها برضو. وده كامل الدسم، ده صوص شيدر عشان اسمه ايه، البرجر والحاجات دي. والازازه اللي بعدها اللي الغطا بتاعها اورنج دي كانت باربيكيو، ما استغناش عنه برضو. وجردل الكاتشب، لازم الحاجات دي تبقى عندك، يعني كماليات مش اكتر. هنا بقى كنت جايبه صوص التوت عشان هنعمل مع بعض ايس كريم وحاجات حلوه، انا جربته وطلع حلو عشان كده على ضمانتي. كنت جايبه برضو المستردة عشان احطها على الحاجات اللي هي مثلا الشيش والحاجات اللي هي صوصات دي. ودي بقى طبعا ما نقدرش نستغنى عنها للاسف، راح اوريها لكم بعد ما خلصتها. جهينة دي كريمه لباني تحفه، وبجد الحاجات دي هتعجبكم قوي. باي.